عمرك حسيت انك مش مقبول عشان شكلك او عشان طريقة كلامك او بسبب افعال او كلام الناس كانت بتقوله لك؟ لو حاسس الاحساس ده يبقى انت كنت ضحية التنمر. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة عايز اتكلم على مشكلة او على ظاهرة. هي ظاهرة مش جديدة ولا حاجة، هي ظاهرة قديمة وبتحصل بالذات ما بين الاطفال او ما بين الولاد، وخصوصا في سن المراهقة. التنمر مش هزار، التنمر ممكن يغير شكل حياة بني ادم بالكامل. قبل ما نكمل الفيديو عايزكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان القناة تكبر واكبر قدر من الناس ممكن يستفيد. خلينا في الاول بمنتهى البساطة نعرف ايه هو التنمر. التنمر هو اي سلوك مقصود بيه انه يجرح اي شخص سواء بالكلام او بالافعال. الكلام ده بقى في اي حتة، سواء بقى في الشغل، في المدرسة، او حتى دلوقتي بقى اونلاين. والتنمر ليه انواع. اول نوع بيبقى التنمر اللفظي، اللي هو بيبقى في صيغة شتيمة او تريقه، او ان احنا بنعيب على حد بسبب شكله او طريقه كلامه او ايا كان. النوع التاني من التنمر وهو التنمر الجسدي، وهو ان حد بيمد ايده على حد او بيضرب حد بقصد ان هو يأذيه لمجرد ان هو اضعف منه. النوع الثالث من التنمر وهو التنمر الاجتماعي، وهو بيبقى في شكل ان حد او مجموعه بتعزل اجتماعيا شخص معين لمجرد ان هو اضعف منهم، او لمجرد ان هو مش عاجبهم، او لمجرد ان هو مختلف عنهم. والنوع الرابع من التنمر وهو التنمر الالكتروني، وهو ظهر مؤخرا مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وهو بيبقى يعني بعتبره نوع من انواع التنمر اللفظي، وبرضه في نوع من انواع التنمر الاجتماعي. طيب ايه هو تأثير التنمر؟ التنمر ليه تأثير سلبي كبير جدا على حياة اللي بيتعرض له. من اول ان هو بيبقى عنده قلة ثقة بالنفس، ان هو بعد كده بيجيله رهاب اجتماعي وما بيعرفش يتعامل مع الناس اصلا. بعد كده ممكن يقلب لاكتئاب وعزلة عشان هو ما بيعرفش يتعامل مع الناس. ممكن في حالات وشفناها كتير جدا ان هو يقلب بإيذاء للنفس، وساعات ممكن يوصل للانتحار. طيب كل اللي فات ده واللي انا اتكلمت فيه تم الاتفاق عليه، ونادرا لما بيبقى فيه اختلاف في الآراء في التعريف للتأثير للكلام ده كله بتاع التنمر. الاختلاف بيجي بقى في طرق مواجهته. طيب طرق مواجهة التنمر بمنتهى البساطة ممكن نقسمها لجزئين: توعية وتصدي. التوعية ما فيهاش اختلاف في الآراء، هو دور الأهل والمدرسة والمجتمع إن احنا نوعي الولاد الصغيرين، سواء اللي بيتعرضوا للتنمر أو المتنمرين، بأضرار التنمر والتأثير السلبي الكبير جدا على حياة اللي بيتعرض للتنمر ده ممكن تعمل مشاكل ازاي قدام، عن طريق بقى حملات في المدارس وفي النوادي وفي السوشيال ميديا والإعلام. طيب نيجي بقى للتصدي. التصدي فيه جزئين: الجزء الأولاني وهو القواعد والقوانين اللي بتحدد العقوبات للمتنمرين. الكلام ده بقى سواء في المدرسة، في الشغل، في الشارع، أيا كان، بيتحدد عقوبات معينة للمتنمرين عشان لو حصل الموضوع ده ما يتكررش تاني. الجزء التاني وهو النقطة الأساسية اللي أنا عايز أتكلم فيها بقى النهاردة، وهو إن اللي بيتعرض للتنمر لازم يقف ويتصدى للتنمر بنفسه. بعض الأخصائيين بيرفضوا مواجهة التنمر بالعنف، بالذات في الحالة بتاعة التنمر الجسدي. أنا هنا بقى لا أتفق. طيب قبل ما أكمل الحتة دي، أنا بس عايز أقول إن أنا لا أنا دكتور ولا أنا طبيب نفسي ولا أنا أخصائي. أنا بتكلم في الحتة دي من واقع خبرتي الشخصية مع التنمر، ومن واقع اللي أنا كنت بشوفه مع زمايلي في المدرسة وفي النادي. بالنسبة للتنمر الجسدي، أنا لا أتفق تماما مع أي رأي بيقول إن ما ينفعش نلجأ للعنف. بص، من واقع الخبرة، من واقع اللي تعرضت له من وأنا صغير، ان التنمر الجسدي عمره ما هيقف وعمره ما هيبطل غير لو انا قمت ودافعت عن نفسي بجد. شفتها وانا صغير كتير جدا في المدرسة وفي الشارع وفي النادي. ولاد ما بتقدرش تدافع عن نفسها كانوا بيتعرضوا للتنمر الجسدي يوميا. لازم اللي بيتعرض للتنمر يدافع عن نفسه. انا لو حد، كان والدي الله يرحمه يقول لي: انت لو حد مد ايده عليك لازم تدافع عن نفسك وتضربه. احنا ما بنفتريش على الناس، لكن لازم تقف وتدافع عن نفسك. وده السبب اللي خلى والدي يجبرني انا واخويا من سن صغير نتمرن فنون قتاليه، وبدانا الاول بالجودو. كان عشان يبقى عندنا القدره ان احنا نعرف ندافع عن نفسنا. وجمال الفنون القتاليه بعد سنين وسنين من التمرين ان هي بس مش بتحل موضوع التنمر الجسدي، هي بتحل كل انواع التنمر. اولا انت بتتعلم تدافع عن نفسك، فلو تعرضت للتنمر الجسدي بتقف وتعرف تدافع عن نفسك كويس جدا. رقم اتنين، بتخلي عندك ثقة في نفسك،
فانت مهما تعرضت بعد كده للتنمر اللفظي ما يأثرش فيك عن واحد ما بيتمرنش خالص. رقم 3، صعب تتعرض للتنمر الاجتماعي، لان انت بيبقى عندك صحاب من كل نواحي حياتك، من المدرسة ومن النادي ومن الفريق. وحتى فرضا ان انت ما بقاش عندك صحاب من كل ده، الفنون القتالية بتديك المهارات الاجتماعية ان انت ممكن تعمل صحاب تحت اي ظرف. خليني احكي لكم قصة عن مرة تعرضت فيها للتنمر في المدرسة. انا كنت حكيتها في فيديو قبل كده بس هحكيها هنا تاني. انا كنت طول عمري رياضي، بلعب جودو من وانا صغير، كنت بخش بطولات وكنت معروف في المدرسة ان انا بطل جودو والكلام ده. لكن ده طبعا ما منعش ان انا اتعرض للتنمر يعني. انا كنت طول عمري ما بحبش الخناقات، ولما تحصل خناقات في المدرسة كنت ببعد عنها، لان انا كنت بحس انها تضييع وقت. انا كل همي وكل طاقتي رايحه في التمرين وفي البطولات وفي الكلام ده كله. المهم الموقف ده حصل، انا كنت في تانية اعدادي، وحصل خناقه ما بين دفعتي ودفعه اولى ثانوي اللي هم اكبر مننا بسنتين. المهم قامت الخناقه وانا واقف بتفرج، ما كانش ليا دعوه باي حاجه خالص، لابس الشنطه حتى بدراعين، واقف عادي بتفرج. وانا واقف لقيت واحد من الدفعه بتاعت اولى ثانوي جاي وراح ضاربني بالقلم، وراح باصص لي ايه هتعمل ايه، ولسه هيضرب تاني، فرحت نزل الشنطه وضربه ومدافع عن نفسي كويس جدا. المهم الناس حشت ما بيننا وهو بعد وانا بعدت. المهم انا رحت ماسك الشنطه ولابسها تاني بالدراعين زي التلامذه الشطار، وانا واقف لقيت الولد ده جاي تاني بيجري عليا، والمره دي ماسك حزام ولسه بيضرب. فانا المهم تفاديت الحزام، رحت منزل الشنطه ورحت ضربه تاني. المهم خلاص هم حشوا ما بيننا، انا روحت وهو روح، الموضوع انتهى. المهم على ما روحت جالي استدعاء ولي امر. المهم رحت انا وابويا تاني يوم. فانا فاكر ساعتها كان لما كنت بحكي لابويا الله يرحمه الموقف، فقال لي بص انت ما عملتش حاجه غلط، فمش مشكله خلينا نروح ونشوف هما المدرسه عايزين ايه. فرحنا، الناظر بتاعنا حتى كان مستغرب جدا ان انا بتخانق، اللي هو بيقول لابويا الله يرحمه، بيقول له انت ابنك ما بتخانقش، فايه اللي حصل؟ فقال له هو حكى لي القصه ان هو دلوقتي الولد ده، هو احمد كان واقف، الولد ده راح جه ضربه، فاحمد راح ضربه عشان يدافع عن نفسه. ساعتها المدرسه ما خدتش اي اجراء، وساعتها ما حصلش اي حاجه. تاثير بقى الموقف ده واللي حصل بعد كده، لمجرد ان انا دافعت عن نفسي من واحد اكبر مني بسنتين، هو كان فرق ما هواش بسيط في السن ده، ان محدش بعد كده كان يجرؤ يدوس لي على طرف او يجرؤ ان هو يتنمر عليا. ليه؟ لان عارف ان احمد ده مش ضعيف. انا لو اتجرأت ومديت ايدي على احمد، او ان انا تقلت في هزاري معاه شويه ولا الكلام ده كله، هيعرف ان هو يدافع عن نفسه كويس جدا. فما تعرضتش للتنمر تاني في المدرسه لحد ما اتخرجت منها. كل اللي انا قلته ده حصل بفضل ان انا كنت بتمرن فنون قتاليه من سن صغير، وبقدر ادافع عن نفسي كويس جدا من وانا في سن صغير. كلامي بقى لاولياء الامور اللي عندهم ولاد بيتعرضوا للتنمر، كل طرق مواجهه التنمر مفيش مشكله فيها خالص. لازم يبقى فيه توعي، ولازم تقول لولادك وتقول لولادك انت لو تعرضت للتنمر لازم تروح تشتكي، لازم تيجي تتكلم عشان احنا نعرف نحل المشكله دي. لكن في نفس الوقت لازم تفهم ان انت او انتي مش معاهم طول الوقت، وانت ما تعرفش هم ممكن يتعرضوا لايه في اي لحظه. الفنون القتاليه ما هياش اوبشن العنف، او هي ما هياش العنف. الفنون القتاليه هتعلمهم ازاي يدافعوا عن نفسهم، عشان انت او انتي لما تبقوا مش موجودين حواليهم يعرف يتصدى للمشكله دي بمنتهى الثقه. الفنون القتاليه كمنظومه من مبادئها ومن اساسياتها في حته الدفاع عن النفس او التصدي للتنمر، هي ان انا بديك كولد او كشاب الاوبشن بتاع العنف، لكن انت لازم تتحكم فيه. بعلمك التحكم في موضوع العنف. ليه؟ عشان الولد او الشاب ما يستخدمش اللي بيتعلمه في الفنون القتالية ويروح يبقى هو اللي متنمر على الناس. ده غير مقبول تماما من مبادئ الفنون القتالية كلها. انا بديك الاوبشن اللي هو الاوبشن العنيف، ان انت تعرف تتصدى وتعرف تدافع عن نفسك لو اضطريت تحمي نفسك. في الاخر لازم نفهم ان الولد الصغير هيكبر ويبقى راجل، لكن هيكبر ويبقى انهي راجل؟ راجل ضعيف ولا راجل قوي؟ الراجل الضعيف هو راجل هيبقى مسالم غصب عنه، لان هو ما عندوش القدرة ان هو ولا يحمي ولا نفسه ولا بيته ولا اهله. الراجل القوي هو اللي عنده القدرة على التصدي حتى لو بالعنف، لكن هو بيختار ضبط النفس. احنا كلنا كأولياء امور عايزين نطلع جيل ورجالة اقوياء، صدقني
من اكتر الحاجات اللي بتساعد في الموضوع ده هي الفنون القتاليه. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. وصلت. سلام.